والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. رسالة سعيدة سريعة للأخت التي دخلت علي على صفحتي واشتكت من المباشر الأخير الذي قدمت لكم، وكان مباشر انتقاد للأخت التي خرجت بذلك المقال: الجنة لنا والنار لكم. دخلت عليه وكتقول لي دعتني لله سبحانه وتعالى أن النصيحة ليس على العلان، وأنا تجاوزت عليها وكذا، وستحاججني أمام الله. أنا نقول لك بنت الناس، الله يرضي عليك، وهذا لقصار فهمك وضيق الأفق ديالك وعدم الإحساس ديالك بالمسؤولية ولا بسوء العمل الذي قمت به. بنت الناس، احرصي على أن تكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى حتى تقاضينني بها، فأنا عندي حجة الحمد لله، وسأقاضيك أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا كان عندك شي حق عليا أنا كنطلبك من هذا المنبر ما تسمحيش ليا لا في الدنيا لا في الآخرة، وأنا راه غنسمح لك في الدنيا وفي الآخرة، لكن لابد لي أن أرفع كلمة الحق. أحلال عليكم وحرام علينا؟ احنا للاسف خرج علينا هذا القوم هذا اللي كيطعن في كل يعني المقدسات ديالنا، يطعن في الحجاب وكيتحاب راسو. واش هذه حريه شخصيه؟ حريه شخصيه الا غتحيد الحجاب وتمشي بحالاتك، مع شغلك هذاك. ولكن الا غادي تحيد الحجاب وغادي تخرج عليا بالتصاور وفهمتي تبدا تبوزا عليا وتبدا تستهزأ بالحجاب، فانت تستهزئ بفواء 1.5 مليار أو 2 مليار ديال المسلمين على وجه الأرض، ونقول لك كتستهزأ تقريبا ب1 مليار ديال المسلمة. أنت عندك الحرية الشخصية أنك ما تلبسش الحجاب، ولكن ما عندكش الحق تخرج وتبدا تهكم. ومن خرج للعلان فقد استباح نفسه. لو كان عندنا حنا قانون كيزجر بحال منكم نتوما، حنا ما نهضروش. تخرج وبدا تهجم على الحجاب ولا كذا. حنا دولة إسلامية، نقول لها بنت الناس تعري كيف بغيتي، ولكن حدك قدك، ما تتزوجيش، ما عندكش الحق تعني في الحجاب. وتخرجي يا بنت الناس انت اللي باغي تحاججني، اين هي حجتك اللي كتخرجي انت وكتهكمي كتقول لك هذا مجتمع رجولي وفهمتي وعندنا ديك الافكار ديال 70 بالحريه العين وكذا؟ وهذه بنت الناس هذا ديننا، وهذه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقرع والمخمج والمخموج اللي خرج ومسها بطريقه او اخرى نحن له بالمرصاد بما يرضي الله. أتخرجون انتم كتعطيو راسكم الحق تخرجوا علنا وتطعنوا في كل المقدسات ديالنا وكذا، وحنا نطلقوا منكم وتقولوا لنا هذه حريه التعبير، فكذلك نحن حريه التعبير. انتم تخرجوا تطعنوا لينا في ديننا وتطعنوا لينا في المقدسات ديالنا علانيه، ولكن بغيتونا حنا نهضروا معكم في الخفاء، يعني نديروا لكم ننصحوكم في الخفاء. لا، الا خرجتوا للعلن ننصحوكم. بين قوسين يا بنت الناس، الله يرضي عليك، انت خصك تعرفي انني انا ما نصحتكش. أنا دافعت على كل أخت محجبة، دافعت عليها. أنا دافعت على كل إنسان يقدس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من منطلق ديني، يرى العقيدة هذه معلمة. شي أنت كنت تخرجي وتهضري في الخرشوف ولا في الحلوى ولا في أي شيء، ما نهضرش معك، أنا ما شغليش، دبر راسك الله يعاونك. ولكن تخرجي انتيا علانية وتبدي تهكمي وتبدي وكتباهاي أنك أنت محيدة الحجاب وكذا وأنا حرية وكذا. لا، من هذه الناحية هذه أنا وقفت لك بالمرصاد وسأقف لمثلك ولكل من يخرج، وهذه للأسف مسؤولية. احنا خوينا لكم الساحة، خليناكم كتهضروا كيف بغيتوا. الدولة طالقة لكم اللعب، كيخرجوا الملحدين يسبوا في الله، يخرجوا يسبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج كل شيء. واللي يخرج ليهم بطير بحال السي القباش ولا كذا، يخرج يقول كلمة حق، كل شيء كينوض ليه وكيطحن بوه. دابا المشكله ان نحن للاسف حنا الاكثريه العظمى 99%، ولكن انسان جبان وكيخاف وباغي يكون متحضر. لا، كن متحضر، كن انتلكتويالي يا اخي، ما تهجمش هكا ولا كذا. موحى راه هما اللي كيتهجموا ماشي حنا ملي نخرجوا نحطوا النقط في اماكنها ونحطوهم عند حدهم، عاد باش كنوليو حنا متطفلين وكنوليو حنايا معقدين وكذا. لا والله، الدين لله.
والبلد مغربي ولا بلد اسلامي مسلم يحترم كل الديانات واختلاف الاراء والمشارب وكذا، على الراس والعين، هذو المغاربه. لكن والله ما نسمحوا لكم، انتم كلكم عندكم حريه وتخربقوا كيف بغيتوا، ولكن كتجيونا حتى حنايا اللي باغيين عندنا دين، بغينا نتبعوه وكنحترموا الشعائر ديالنا. حنا ما عندناش الحق تكون عندنا حريه ولا كل شيء تهجم علينا. حنا تقاشر اللي جاي يلبسنا، لا والله ما تقاشر، والله ما تلبسونا. اللي لبسنا غادي ندموا علاش بغى يلبسنا. واش يا بنت الناس انت اللي داخله عليا وكتشكى عليا وكتقول لي ضريتك وكذا؟ الله ما ضريتك، راه رديت لك غير كلامك. واي واحد خرج منكم نتوما والله ما نخويو لكم الساحه، بالله العلي العظيم. شكون اللي كيحرككم؟ حنا مع الله اعلم، لكن سلوككم لا يدل على انه سلوك سوي. هذا سلوك ديال انسان للاسف متعصب وجاهل مقلخ. والله ما نتعاطقوا معكم، والله ما نخويو لكم الساحه. في احترام القانون وحريه التعبير. اللي خرجوا لاح علينا بصله نلوحوا عليه بصله، اللي لاح علينا بيضه نلوحوا عليه بيضه، وما نخويوش لكم الساعه. اينما وقفتم ورفعتم اصواتكم ستجدوننا في الساحات ونرفع اصواتنا حتى ياتي الله سبحانه وتعالى قوم يحبونه ويحبهم، فهمتي؟ ويكون داك الشيء عادي، احترام الديانه واحترام الشرائع وكذا. ما كاينش. حنا جنود الله سبحانه وتعالى في الارض بما يرضي الله، الكلمه الطيبه، ولكن خطكم عند حدكم. وما تنسيش الهواري، وجدي حجتك عند الله. انا والله تا عندي حجتي في الله، وانا نقول لك من هذا المنبر ما تسمحيش لي لا في الدنيا لا في الاخره. وانا بنتي انا مسامح لك في الدنيا وفي الاخره، ولكن لن اسمح لك ان تتجاوزي عن ديننا وشعائرنا او الحجاب او اي شيء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل ويردنا بعقلنا. راه وليتوا كتخرفوا علينا، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن والله لن نقبل الدنيه لا في وطنيتنا ولا في ديننا ولا في انسانيتنا. العزه لله ولرسوله. حنا ماشي صغار، الحمد لله بكل شرف. حنا كنخدموا وكنديروا كل شيء. علاش ما تكونش عندنا العزه بما نعتقد والشعائر ديالنا والتقاليد ديالنا واللغه ديالنا والهويه ديالنا؟ بغيتوا تمسحونا يعني هذا وقتكم، هذا الهوى ديالكم. والله ما نتعاطقوا معكم، والله ما يمسحنا غير الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء ولا نخاف الا سواه، والله العلي العظيم، والعزه لله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله. وما تسامحينيش، تكون عندك غير حجه قدام الله.